سمعني التصفيرة. معاي اليوم أسطورة البايكرية سعداوي، وأنا جيت هنا أسأله كم سؤال عن الدباب. سعداوي، إيش نوع دبابك؟ ده يا سيدي مش دبابي، ده دباب واحد صديق ليا اسمه علي وزة، بس عموما هو كوازاكي نينزا H2. سمعني صوته. سمعك صوته يا باشا، تنين مجنح ادعس أقوى. سمعني التصفيرة. طيب سعداوي، هو يجي كذا من الوكالة ولا كيف؟ لا يا سيدي، هو بيجي ستوك تماما. الموتوسيكل متعدل فيه سيستم اكزوست فان ديمون، راكب فيه كام شافت بتاعت الاتش 2 ار، الفيول بامب متغيره، الانجكتورز متغيره، ستيج 3 تروس السوبر تشارج، راكب له طبعا فلتر الهواء، اللورنج لينك، الاستراب، والكربونات، شويه كربونات كده راكبه زياده. شوية كربونات بس؟ شويه كربونات. وعندك جنطين مطلوبين من روتو بوكس مخصوص، يعني معمولين مخصوص باللون ده، استنيناهم حوالي 3 أو 4 شهور عشان يتعمل. طيب سعداوي، يعني تركت كل انواع الدبابات واخترت هذا النوع، اكيد في سبب معين، ايش هو؟ بص يا سيدي، انا امتلكت في حياتي 3 H2. هو انا كنت بركب ياماها R1، وبعد كده ليا صديق كان جايب H2 قال لي خد جربته، واما جربته اتلطيت بمعنى اصح، يعني ادمنت الموتوسيكل ده كل مره الواحد بيركبه بيحس بخوف ورعشه جميله الصراحه، ومجرد ما بتدعس الدعسه او تدوس الدوسه دعسة. ايوه، تحس ان انت ملك زمانك. طيب سعداوي، ابغاك تعطيني نصيحة للبايكرية. طيب يا سيدي، اول حاجه طبعا لازم يا جماعه الجير، اول نقطه لازم تبقى حاططها في بالك الجير. وتاني نقطه ما تتغرش، يعني مهما كان عندك خبره في السواقه دايما ما تتغرش، وخصوصا وانت ماشي في الشارع وفي عربيات حواليك، لازم تتعامل معاهم دايما ان هم مش شايفينك، ان هم مش حاسين بوجودك اصلا، عشان ما عشان ربنا يستر وما يحصلش اي حاجه يعني تضرك باي شكل من الاشكال. يعطيك الف عافية، نورتني شرفتني. حبيبي يا محمد، منورنا في مصر الله والله. يسعدك. تحياتنا للجمهوريه وتحياتنا للمملكه العربيه السعوديه. تسلم يا حبيبي، اعتبرها وصلت. حبيبي، ناس كثير حتشوف الفيديو هذا. فوق راسنا يا باشا. حبيبي.